ظاهرا صريحا. وثانيا البينة على هذا الحكم. وثالثا القدرة على خلعه دون المفسدة الراجحة على المصلحة. فإذا لم يمكن خلع ذلكم الحاكم ولم تتوفر هذه الشروط فإنه يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله. يطاع إذا أمر بطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا الحديث عام، سواء المعصية التي يأتيها كفر أو فسق. وكم من فعلة ومقولة هي كفر ولكن لا يحكم على الفاعل والقائل بأنه كافر حتى تقوم عليه الحجة. ومن هنا نذكر لكم أن الحكم على المخالفة بأنها كفر أو فسق نحتاج فيه دلالة الشرع على أن تلك المخالفة كفر أو فسق. فالشرع مثلا دل على أن الشرك بالله ومنه دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله كفر، كما دل على أن شرب الخمر والزنا والسرقة والقذف فسق. أما الحكم على الفاعل المعين أو القائل المعين جماعة أو فردا فلا بد من شيئين: أحدهما دلالة الشرع كما تقدم، دلالة الشرع على مخالفته بأنها كفرية أو فسقية. وثانيهما تطبيق الوصف أو انطباق الوصف على المعين. وانطباق الوصف على ذلكم المعين حتى نحكم عليه بكفر أو فسق لا بد له من شيئين، وهما اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومن الشروط أولا التكليف، وهو شامل للبلوغ والعقل. ثانيا علمه بما توجبه مخالفته من كفر أو فسق. ثالثا الذكر. رابعا العمد. خامسا ألا يغلب على عقله غالب كشدة الفرح أو الحزن أو غير ذلك من المؤثرات التي تفقده صوابا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. كذلك شيخنا يقول هؤلاء أو استدل الثوار عندنا بوجوب قتال هؤلاء الحكام بفعل الصديق رضي الله عنه بقتال مانع الزكاة. قالوا: فما بالك بمن امتنع عن جميع الشرائع؟ وكذلك بفعل بعض السلف كفعل عبد الله بن الزبير على حكام بني أمية، وكذلك بفعل ابن تيمية عليه رحمة الله في قتال التتار الذين حكموا اليافع الذي هو جمع بين الإسلام والنصرانية. فما جواب شيخنا بارك الله فيكم؟ ما أكثر الشبهات وما أكثر الشهوات، والبدعة تؤمن. وقد قدمت لكم قول بعض السلف: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة.
ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعل نطق بالبدعة. أقول قتال ابن تيمية كان يقاتل مع أئمة المسلمين ولم يقاتل أئمة المسلمين، والتتار كفار كفرهم صريح. وابن الزبير في قتاله يزيد، الزبير رضي الله عنه في قتاله يزيد أنكر عليه ابن عمر وغيره، وهو متأول، حتى أن بعض أهل العلم وجد لابن الزبير عذرا، فقالوا إن يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية وعن أبيه وأمه يعني ركب أشياء جعلت ابن الزبير يخرج عليه، والمتأول لا يحتج بفعله. وأما قتال من أيضا وأما أبو بكر فهو إمام المسلمين. أبو بكر هو إمام المسلمين، لم يقاتل إماما، قاتل طوائف امتنعت عن فريضة من الفرائض فقاتلها من أجل ذلك، وأجمع الصحابة. فهذه الأوصاف ليست منطبقة على هؤلاء عندكم، لكن هؤلاء يرون أنهم أئمة المسلمين وأن غيرهم ليس من حكام المسلمين وليس من أئمة المسلمين. فتنبهوا يا شباب الإسلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا عندنا هنا فقرة لأحد الكتاب ونجهل هذا الكاتب. الكتاب عنوانه نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف، لصاحبه الدكتور محمد عبد الله الوهيبي. يقول هذا الرجل في كتابه قال: من المفاهيم الخاطئة المنتشرة عند بعض الناس ظنهم أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر حتى يصرح بالاستحلال والإنكار لحكم الله. هذا بلا شك من آثار الفكر الإرجائي، حيث يحصر المرجئة الكفر بالتكذيب والجحود فقط، ولا يكفرون المعرض والممتنع ولا من يسن تشريعا يناقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة. إلى أن قال: واستدل بقول الإمام أبي بكر الجصاص في تفسيره لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال في هذه الآية دلالة على أن من رد شيء من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والانقياد والامتناع عن التسليم. وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه، قال: فهذا ليس من أهل الإيمان. انتهى كلام أبي بكر الجصاص. ثم قال هذا المعلق الوهيب. نعم. أيوة. أولا ليس الأمر كما ذكر، بل الأمر كما تقدم. وتفصيل القول في من حكم بغير ما أنزل الله معروف عند السلف، وهو حجة على هذا الكاتب ومن سلك مسلكه ممن جاء بعده وممن قبله. ثانيا الإرجاء أو الحكم بالإرجاء مسلك يسلكه الحركيون على كل من يخالفه، فيتهمونه بالإرجاء. فمن حكم بتفسيق عندهم هو مرجئ، بينما الإرجاء الذي شنع العلماء على أهله
قسمان: إرجاء الغلاة من الجهمية وغيرهم، وقاعدته أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لأن الإيمان عند هؤلاء هو مجرد التصديق. والقسم الثاني تأخير العمل عن حقيقة الإيمان وإخراجه عن مسمى الإيمان وحقيقته، وهذا مسلك مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة ومن وافقه. والسلف لم يقولوا إن الحاكم بغير ما أنزل الله لم يذنب، ما قالوا هذا، ولا قالوا إنه كامل الإيمان، بل فصلوا فيه التفصيل، فحكموا بكفره إذا كان يرى أن الحكم بالقوانين مساوي لحكم الله، أو أن الحكم بالقوانين أفضل، أو أنه لا يصلح، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يصلح في هذه المسألة أو في مسائل، فإن الكفر على الحكم بالكفر على هؤلاء الصنف من الناس هو قول أئمة السلف، وهو قول سماحة الوالد رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز. ويحكمون بفسقه إذا كان يرى أن حكم الله هو الواجب وأنه هو الحق، ولكن حكم بغير ما أنزل الله لمصلحة أو لهوى، فإن الحكم عندنا كما هو عند أئمة السلف هو فسقه لا كفر. وبهذا يستبين لكم أن الكاتب الذي ذكرتم مقولته وهو الوهيبي محمد الوهيبي من أصحاب الشطط والأهواء، ولا أظنه إلا من الحركيين الذين يحكمون على كل من خالفهم بأنه مرجئي. فتنبهوا إلى مثل هذه الأفكار يا معشر المسلمين، يا شباب الإسلام، وعليكم بأئمة السلف الذين بنوا ما دونوه من عقائدهم على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، ولا تغتروا بهؤلاء الكتاب أمثال هذا الكاتب وغيره، فإنهم بنوا حكمهم على الكتب الفكرية مثل كتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرها من الكتب الفكرية الضالة التي هي مؤسسة على الجهل بدين الله وقلة الفقه فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيكم، عندنا في الجزائر قد تخلو الساحة من علماء كبار، فما السبيل للشباب المبتدئ عندنا لطلب العلم، وما السبيل إلى تلقي هذا العلم الشريف؟ أمامكم ثلاثة أمور. أولها الرحلة إلى العلماء في السعودية وفي غيرها، وهم كثر ولله الحمد. ثانيها استضافة من تثقون به من أهل العلم ليزوركم في بلادكم ويجاور عندكم أياما لتأخذوا عنه. ثالثها الهاتف، الدروس عبر الهاتف، فإن كثيرا من إخواننا في دول الخليج وفي غيرها أفادوا من كثير من أهل العلم عن طريق الهاتف. نعم. شيخنا إذا تعذر هذا
ما أظن كلها تتعذر، ما أظنها كلها تتعذر. والله في بعض القرى يعني بعض المناطق خاصة بعيدة عن العاصمة قد يتعذر هذا، يعني هو إذا استضفتم عالما من العلماء يدعى إلى الحضور إليه والأخذ عنه، يضحون في سبيل الله، وأنتم بدوركم تتولون هذا وتنشرون، تسجلون دروسه وتنشرونها بين الخاصة والعام، وكذلك الهاتف. نعم. جزاكم الله خير. شيخ، هل يقوم الشريط هذا المقام، يقوم دورنا عندي في هذا المقام؟ الشريط وسيلة جيدة لنشر العلم الشرعي إذا كان الناشر مأمونا ولا يتصرف فيه بتقطيع وتقديم وتأخير، فإنه إذا صدر عن عالم موثوق من دينه وأمانته ونشره أيضا موثوق فإنه وسيلة جيدة في نشر العلم الشرعي، وإن كان عندنا ليس كالمجالسة والمشافهة. شيخنا بارك الله فيكم، يعني يظهر انتشار سريع واستشهار مهيل جدا لأشرطة المواعظ، والإشكال يقع يا شيخ يعني في جهل هؤلاء الوعاظ، لا يعرف حالهم ولا عينهم. يعني هل يقال أن الإنسان يسمع لهذه الأشرطة فيأخذ ما قصى ويدعو ما كذر، أم ماذا يفعل؟ أولا المواعظ ليست فقها، فليس فيها سوى ترقيق القلوب، وإنما الوعظ الصحيح، الوعظ السديد، هو الذي يتضمن تقرير الدين وترسيخ قواعده الكلية وأصوله العامة. هذا هو الوعظ الصحيح، وهو الذي تتضمنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. وأما الإفراط في الرقائق فهذا ليس في الحقيقة من الفقه في الدين، هو مؤثر وقتي، ولكن نتيجته أنه لا يفيد تحصيل علم، لا يحصل صاحبه علما. ولهذا كان ابن عمر وغيره يخرجون من المسجد إذا سمعوا القصاص. وهنا ننظر في الذي يقع في يده هذا الشريط الوعظي، فإن كان من المتمكنين والمتبحرين في العلم والمتطلعين في الفقه ومعرفة السنة فلا مانع إذا وجد فائدة أن يأخذها، لأنه لديه قدرة يميز بها بين الغث والسمين. وأما المبتدئون فإن لا ننصح بنشر أشرطة الوعظ بينهم، لأن المبتدئين محتاجون إلى علم السنة والفقه فيها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا أريد منكم تعليقا حول كلمة استغلها القطبيون عندنا، ألا وهي فتوى اللجنة الدائمة سددها الله عز وجل في ردها على الشيخ علي حسن الحلبي حول كتابيه التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير. وهذين الكتابين قد نفع الله بهما في الجزائر، خاصة لمن كان يحملون الفكر التكفيري، حيث قال هؤلاء القطبيين خاصة في عبارة اللجنة الموقرة الأخيرة أصحت فيها كاتب الكتابين بطلب العلم الشرعي على العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم. ومعلوم أن الشيخ علي حسن قد لازم الشيخ الألباني عليه رحمة الله صدر من الزمن. قالوا بهذا تبين أن هناك فرق بين علماء الحجاز وعلماء الأردن، أي أن علماء الحجاز على السنة وعلى الخير وعلى المعتقد السلفي الصحيح،
أن علماء الأردن بمعنى الشيخ الألباني رحمه الله فهو على عقيدة الإرجاء، سواء على مرجئة الفقهاء وعلى عقيدة غلاة المرجئة، فما قولكم بارك الله فيكم؟ أولا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هم إخواننا ومشايخنا ونحبهم في ذات الله، ولا نرضى أن يتطاول عليهم مبتدع أو مخرف، فالذي يمسهم يمسنا. وثانيا هم من البشر، وإن كانوا مشايخنا وإخواننا وأحباءنا في الله، لكنهم من البشر الذي يخطئ ويصيب، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الشيخ علي بن حسن من إخواننا السلفيين المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج إن شاء الله، وشيخه الألباني إمام نحسبه كذلك، والله حسيبه إمام في السنة، وعقيدته صحيحة ومنهجه سديد بتزكية سماحة الوالد الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم عندنا من المعروفين بالعلم والفضل والإمامة. فالشيخ علي رد ردا مؤدبا قويا دافع فيه عن نفسه، فمن أراد أن يحكم للشيخ علي أو عليه أو يحكم للجنة أو عليها فليقارن بين رد اللجنة وملحوظاته ومحتوى الكتابين، فإن وجد اللجنة مخطئة على الشيخ علي حكم له ولا يضر اللجنة، خطأها من طبيعة البشر، وأعتقد أنهم سيرجعون عن خطئهم وإن كانوا الآن لم يردوا على الشيخ علي بشيء. وإن وجد أن اللجنة مصيبة وفي ملحوظاته على الكتابين حكم على الشيخ علي، وإن كان أخانا وحبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا من اللجنة ومن الشيخ علي. الكل حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا. أمر لعله ثالث أو رابع أن الأصل في التكفير وتكفير الحاكم بما والحكم على من حكم بغير ما أنزل الله قد بينت لكم القول فيه، وهو التفصيل، فنحن عليه، وإن قالت اللجنة بخلاف ذلك فنحن على ما قرره والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والألباني رحمه الله، ومن قبله ما قرره أئمة السبع، فنحن على هذا التفصيل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا لا يزال العلماء أقول المغرب أوشك، المغرب أوشك، عند المغرب بعد المغرب عندي مواعيد، فإن أردتم جلسة ثانية كان عندكم أسئلة كثيرة. ما بقي لها. كيف؟ بقي يا شيخ. ما أدري هات خشنا طويل، والمغرب الآن باقي عليه 4 دقائق إن شاء الله يا شيخ. ما زال العلماء يتكلمون في الرجال قديما وحديثا، وهذا من أسرة العلوم، وعليه شيخنا تنتشر كثير من أسرة أبي إسحاق الحويني في الجزائر وما أكثرها، وخاصة خطبه، فتفرق الناس حوله عندنا بين مزك ومعد ومجرح ومتوقف، فلعل الشيخ له شيء من الأمر حوله حتى ينفع به الشباب. الشيخ الحويني لم أعرفه معرفة يعني تامة، ولم أدرس منهجه دراسة يعني وافية، ولكن أسمع من الثقات أنه مع جمعية إحياء التراث الحركية السياسية وغيرها،
من أهل الأهواء، ولا أعرف له وجها ونصيحة للسلفيين. هذا قولي فيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا. ثم كلمة ختامية يعني. نعم يعني في هذه فيها بركة. هذه فيها بركة. أنا قدمت نعم. إن شاء الله ما فيه الكفاية. جزاك الله خيرا شيخ. بارك الله فيكم. حياكم الله يا شيخ. السلام عليكم. حياكم. فليتفضل الشيخ صالح بن نافع الحربي حفظه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وحياكم الله أيها الإخوة الأعزاء، فأنتم إخوة في الله ومن بلد عزيز علينا وهي الجزائر المجاهدة، التي في يوم من الأيام كانت تقاتل العدو الكافر الذي أراد أن يسلبها إسلامها وهويتها ولغتها ومقدراتها، وقدمت تلك البلد ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المخلصين منهم في أعلى الدرجات من الجنة. ولا شك أن الذين كانوا قاتلوا من أجل إسلامهم ومن أجل أن يرفعوا الظلم عن بلدهم أنهم في سبيل الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله دون دمه دون دينه دون عرضه فهو شهيد. فهذا البلد بما له من ماضي عريق وجهاد أيضا كذلك، وثقل في منظومة البلاد الإسلامية والعربية بشكل خاص، لا شك أن له منزلة ومكانة في قلب كل مسلم كل مؤمن. وفي الحقيقة أننا قد انزعجنا وتأثرنا كثيرا لما حدث لهذا البلد العزيز من سنوات من هذه الفتنة التي عصفت به. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل الفتنة تقف عند حد ولم تعم ولم أيضا تكون فتنة عمياء من كل وجه، وإنما كان هناك سلطان قائم ودولة قائمة ومجتمع أيضا كذلك قائم، فلم يتفكك ولم تتجزأ البلاد ولم ينل منها العدو لا شك ما يريده، لأن وضعها لا يرضي إلا الأعداء، سواء كان الأعداء المتربصين من الداخل أم من الخارج. أما المؤمنون فلا شك أن قلوبهم تتأثر، وأن قلوبهم تبقى في قلق، يعني يبقون في قلق على هذا البلد. والحمد لله كنا في السنوات الماضية وبخاصة في بعض الأوقات مثل هذا الشهر الذي نحن نتحدث
أثناء فيه الشهر المبارك شهر رمضان 1421 رأينا أن الأمور والحمد لله أحسن مما كانت في رمضان الماضي، وهذا يدل على أن الأمن والحمد لله قد عم، وأن الفتنة إن شاء الله في طريقها إلى الزوال. فكما قلت ويلي عليك وويلي منك يا رجل، فنحن في الحقيقة نخشى على هذا البلد، ونخشى منه على أبنائه وعلى أهله ممن يتوقع منهم أن يحافظوا على أمنه وعلى إسلامه وعلى استتباب الأمور فيه وعلى أمور معاشه ومعاشه من أبنائه. فنخاف من هذه الفتنة والتي أججها وسار فيها بالخبر وسار فيها مسرعا أبناء البلد، وربما لا شك كانوا يحققون أهداف عدوهم الذي العدو الخارجي والعدو الداخلي، لأنه ما من بلد إلا في داخله أعداء. فنصيحتنا لإخواننا هؤلاء، ونحن والحمد لله نستبشر الآن بهدوء الأمور وبزوال الفتنة أو ما نرجوه أن تكون في نهاية زوالها، نوجه نصيحتنا إلى إخوتنا في الإسلام وإلى شعب تلك الدولة الإسلامية التي مكانتها تعتبر مكانة عالية في البلاد، في بلاد المسلمين، ولها ثقلها ولها دورها أيضا في الإصلاح، ولها دورها في نصر قضايا المسلمين، وكانت ولا تزال، ونأمل ونرجو من الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يستمر الخير فيها وفي أهلها. لكن لا دنيا لمن لم يقم الدين، فنصيحتنا لإخواننا أن يقيموا دين الله وأن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يرجعوا إلى أصول أهل السنة والجماعة وإلى علماء أهل السنة والجماعة ليعرفوا المنهج الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليفهموا الإسلام الذي أكرمهم الله به وقاتلوا من أجله وجاهدوا، والذي هم لا يزالون يفخرون به ويعم الخير تلك البلاد بسبب ما فيها من إسلام. ولكن الإسلام والتمسك به ليس بالدعاوى، وإنما بالبرهان وبالحجة. وليس كل من انتسب إلى الإسلام وإلى الدعوة وإلى نصرة الدين أنه يحسن فهم الدين، وأنه يدعو على هدى، وأنه يعرف الأساسيات، وأن من الأساسيات ما تقتضيه هذه الشهادة، تحقيق هذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
وما تستلزمه وما تقتضيه عن علم وبصيرة، ويتعلم المسلم ما يستطيعه ولو آية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويبلغه، وهذا مقام التعليم ومقام العمل. أما مقام الدعوة ومقام الأحكام على المخطئين وتقويم الناس وإفتاء الناس في الدين، فهذا إلى العلماء وإلى أهل البصيرة، ومن لم يكن على بصيرة لا يدعو بالدعوة العامة ولا يصدر الأحكام، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا يدعو بالحكمة وهي السنة إلا من يعرف السنة، والموعظة الحسنة التي هي الترغيب والترهيب بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدرك ذلك إلا ذو العلم. وكذلك حينما يحتاج الأمر إلى المحاجة والمناقشة لا يناقش بالتي هي أحسن، ليس بالحسن وإنما بالتي هي أحسن، إلا أهل العلم. ولهذا فينبغي بل يجب على إخواننا في الجزائر أن يرجعوا إلى هذا الأصل، هذا الأساس، وهو التعلم على أيدي العلماء والرجوع إلى علمائهم وإلى أصول أهل السنة والجماعة، وألا يصدروا الأحكام بلا علم وبلا بصيرة، وأن يساهموا في فتنة تنسب إلى الإسلام. أي إسلام في قتل الأنفس، في قتل الأطفال، في قتل النساء، في قتل الأبرياء، في تفجير المؤسسات، في زعزعة الأمن ومضايقة الناس في معايشهم وفي حياتهم. هذا أي إسلام في هذا؟ الإسلام كله أمن وكله خير وكله رحمة، فضلا عن أن من يقومون بتلك الأعمال ينسبونها إلى الجهاد مثلا، ينسبونها إلى جهاد الدعوة، ينسبونها إلى يعلنون الجهاد فيقتلون الأبرياء بحجة أنهم مجاهدون، أو يقتل بعضهم بعضا حينما يختلف بعضهم مع بعض فترتفع الرايات على أنها راية جهاد. أي هذه الرايات تكون راية الجهاد؟ كلها ليست رايات جهاد، وإنما هي رايات فتنة وشر وبلاء ومحنة ورايات ضد الإسلام وليست في صالح الإسلام. أي جهاد يكون بين المسلمين؟ إذا كنت أيها الشاب وأيها الأخ المسلم في الجزائر تقتل وتسفك الدماء بحجة أن هؤلاء كفار، وأن الكفار يقاتلون، وأن الكفار الذين في الداخل قتالهم أولى من قتال الكفار الذين في الخارج، أو الكفار الأباعد بعيد الدار. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فنغلظ عليهم ونشتد عليهم ونتعدى حدود الله ونتعدى حدود الشرع في قتل من أوصى الإسلام وأوصى أثناء الجهاد بأن لا يقتلوا: الأطفال، النساء، من لم يكونوا محاربين. الجهاد لا يكون إلا في قتال الكفار، إما جهاد طلب
وغزو وفتح، وإما جهاد دفع. هذا الكفار. أما المسلمون فما هناك جهاد في قتال المسلمين لبعضهم بعض، وإنما هذا قد يكون قتالا، وهذا القتال قد يكون مشروعا وقد يكون قتال شر وقتال فتنة وقتال الخوارج الذين يقاتلون من داخل الأسواق ولا يقاتلون المسلمين من خارج أسوارهم، ولا يكونوا مجاهدين والحال هذا، ولو أنهم دعوا إلى الجهاد لما استجابوا له بشروطه وبضوابطه، لأن من ضوابط الجهاد في سبيل الله أن يكون تحت راية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. أما بين المؤمنين فإن القتال قد يكون لدرء فتنة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد يكون قتال يقاتل الشخص عن دينه، عن ماله، يعني يفتتن في دينه. فقد تكون أيها الأخ الذي تقاتل في الجزائر أنت الذي ينبغي أنت لا تكون في سبيل الله، وإنما تكون في سبيل الشيطان. وهذا الذي أنت تزعم أنه كافر وأنت تقاتله ربما يكون إذا قاتلك دفاعا عن دينه، دفاعا عن ماله، دفاعا عن الفتنة في دينه، دفاعا عن ماله، دفاعا عن عرضه، دفاعا عن دمه، يكون شهيدا. ولهذا يقول الرسول: من قتل دون دينه، من قتل دون دمه، من قتل دون عرضه، من قتل دون ماله فهو شهيد. فحينما تأتي لتقتله، حينما تأتي لتقتل إخوانه، حينما تأتي لتأخذ ماله، حينما تأتي لتقتل عائلته، لتقتل أولاده، فيقاتلك هو يكون شهيدا، قد يكون شهيدا، هذا حسب نيته بينه وبين الله، قد يكون شهيدا. أما أنت فقطعا أنك لست من الشهادة في شيء، وإنما أنت معتدي، وإنما أنت وحالك قطعا وبالدليل القطعي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حال المفسدين في الأرض. وهؤلاء قد قال الله فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون والمحاربين لله ولرسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكما قدمنا أن الذي يصدر الأحكام أهل السنة والجماعة عندهم بابان عظيمان: أحدهما باب الأسماء، والثاني باب الأحكام. والذي يحكم به هم العلماء، فقد يطلق الاسم على الشخص أو يعمل عملا ولا يكون عاصيا، فضلا عن أن يكون مبتدعا، فضلا عن أن يكون كافرا، حتى تتحقق في حقه شروط وتنتفي موانع. وهذا الذي يحكم به هم العلماء، يحكم بها أهل الحل والعقد المتبصرين في دينهم الذين هم على بصيرة. أما ما نراه من إخواننا في الجزائر فإنها الفتنة وسفك الدماء بغير حق، ولا يسلم كونهم يكونوا في جهاد أو كونهم قد حكموا بتكفير الناس، هذا لا يفيدهم شيئا. علي رضي الله